بالزهراء هجرت المضجعا وآذلت قلبي من جفوني أدمعا أفكان من حكم النبي وشرعه أن تضرب الزهراء ضربا موجعا، أن تضرب الزهراء ضربا موجعا أوصل إله بوصل عترة أحمد، أوصل إله بوصل عترة أحمد فكأنما أوصى بها أن تقطع ارجع يا هل بالباب لا تدفع علي الدار، ارجع يا هل بالباب لا تدفع علي الدار، زينب يمي وادريها ايش راح تسوي بي النوار، ارجع يا فاجد الغيرة لا 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 تهضم على الكرة، ولكن يا جماعة ماذا فعل هذا اللعين ولا ذات الخصم ما عندهم روة ولا ذات وحل الدنيا بعيونه ولا الذات الزهرة اختفت من عنده ولا ذات ورا الباب وعصرها ابن الدعية ورا الباب وعصرها ابن دخل الدار وظلت عليل عمت عيني عليه تشم الحصن، دخل الدار وظلت عليلة وجفنها من الولام ما غمض ليل ويلي وجفنها من الولام ما غمض عاد يقولون دخلت الزهراء وجلست في صحن الدار، عاد بس شلون دخلت؟ يقولون عندها ضلع مكسور وعندها عين محمرة وعندها جنين مسقط، فظلت تتوي الليل مع نهار كأني بعزيز هذا الحسين، يسمع أنين الأم، يسمع بكاء الزهراء. ايش قالي؟ قال يما لا تونين
بطلي يا يمه ولا تولي بطلي يا يمه ولا تولين وقلي لي يا بعده ليش يصير يما وبولتيج قلبي تصد عين قالت له مجزوم نصين يا يما الضلع مجزوم نصين يا يما الضليع مجزوم نصين لا قبل امه لا قبل امه يا محلى الولد لا قبل امه يا محلى الولد لا قبل امه ومحلاه لو شمها وتشمه والله وصل القلب ودها تضمه عاد امير المؤمنين يصبر بالحسنان قالهم يلا يا ابويا هذا الليل صار او خلونا ندفن امكم خلونا نشيع امكم الزهراء يقول ابويا لا تشيله لا تشيله يا ابويا النعش ريض لا تشيله ولويلي يا ابويا النعش ريض لا تشيله بويا ما بي حيله ترى فراق الوالده ما بي حيله ترى فراق الوالده ما بي ولا اجركم الله عاد حملوا نعش الزهراء وطلعوا من الدار كأني بزينب اللي كان عمرها 5 سنوات قيل وقفت على عتبة الباب وشافت نعش أمها من بعيد محمول قيل وضعت يدها على حاجبها قالت وين تردين محملة يا يمه وين تردين يا يمه وخاف تبطين دربك بعيد وخاف تبطين ولي ما تغمض العين ما تغمض العين على فراقك بعد ما تغمض العين عاد دخلت مولاتك الحوراء وشافت الدار ظلمة وحشة قالت ما حش البيت يا ام البيت عقبك ما حش البيت خاخ يا يما ظلت مقصورة قلب يا يما ظل أنا كون الون يرد الراح والنية طول الدهر ومصاب سوى لكن